ازاي الصحة؟ والله لسه بدري والله يا شهر الصيام. العيد قرب، كل سنة وانتوا طيبين، وكحك العيد والبسكوت والغريبة جايين معاه، ودول طيبين والله وبيحبونا وبنحبهم. المشكلة مش فيهم، المشكلة فينا وفي طريقة أكلنا ليهم. تعالوا أقول لكم شوية تريكات صغيرة لو عملناها هنعيد وناكل وننبسط، وكمان الميزان مش هيزعل مننا في حاجة. واحد، ودي أهم تركاية، خلي الكحك دايما بعد وجبة كاملة عشان سكر الدم ما يعلاش مرة واحدة وما اقدرش اتحكم في الكمية اللي باكلها منه. كام واحد فينا بيصلي العيد ويعمل كوباية الشاي باللبن ويحط العلبة قدامه ويخلصها قبل ما يخلص الكوباية؟ الصح اخد وجبة فيها بروتين وألياف وافطر كويس، وبلاش اخد كارب في الفطار لان هم اصلا فيهم نسبة كارب كبيرة جدا. وبعدين اكل واحدة او اتنين، مش لازم يعني اخلص العلبة كلها. اتنين، اشربوا مية كتير. اوقات احساس العطش بيتلخبط عندي كاحساس جوع واني محتاج سكر. تلاتة، زي ما احنا عارفين العين بتاكل قبلنا، وشكل علبة الكحك بصراحة مغري جدا، بلاش نحط العلبة كلها قدامنا، كفاية قطعتين من النوع اللي بتحبوه. أربعة، نظموا وجباتكم في العيد، خلوا ما بينهم 3 ساعات تقريبا عشان سكر الدم يفضل ثابت ومش كل شوية نروح للعلبة. 5، ما ننساش ان الكحك وصحابه في العلبة انواع وانواع، سادة وبسكر ومحشي وحاجات عليها اضافات تانية كتير. ودلوقتي في انواع معمولة بطريقة صحية اكتر بدقيق الشوفان والشعير، وده اختيار لو حابين تجربوه، بس احنا اغلب المتاح قدامنا اللي اتعودنا عليه طول عمرنا، فناكله بس بالطريقة اللي اتفقنا عليها. هحط لكم سعراتهم بالتقريب في الفيديو وخدوه برنت سكرين. اختاروا النوع اللي بتحبوه، والأنواع التقيلة منه خدوا منها كميات أقل شوية. وأخيرا بقى شوية حركة بسيطة في اليوم حتى لو 10 دقايق هتفرق جدا جدا في تنظيم السكر والحرق، وبالتالي هنتحكم في الكمية اللي بناكلها بدون تعب. الهدف إننا ناكل اللي بنحبه من غير ما نزعل ولا الميزان يزعل. كلوا وانبسطوا وعيدوا، عيدكم حلو وانتوا أحلى، كل سنة وانتم طيبين.